وبوريكم بعيونكم ايش الشيء اللي تسمعونه، وش الآلات اللي دخلت عليه، وش المحسنات اللي دخلت عليه، عشان تعرفون. هذا أحد الاستديوهات. الآلة هذه موجودة تقريبا في 80% من الاستديوهات اللي تسجل شيلات. نادر ما تجد استديو ما في هذا. أقول الأورج هذا موجود تقريبا في معظم الاستديوهات اللي يعني مسمى إسلامية أو تهتم بالشيلات. طبعا بداية الشيلة لازم يكون فيه رتم، يسمونه رتم زمن، لازم يمشي عليه المنشد. اللي ما يقدر يمشي على الزمن هذا، اللي ما يستطيع أن يمشي على الرتم زين على الزمن، يحطوا له يعني إيقاع من هالأورج هذا اللي انتم شايفينه. روح المكتب الثاني شوف هل فيه ولا ما فيه. نفس الشيء فيه أورج، وبعد ما يخلص من الإيقاع وتركيب صوت المنشد يعملون له عملية يعني مكساج، بحيث انه يسوى له توزيع موسيقي كامل وانت تسمع ولا تدري. وكثير من الناس وقع في هالمصيبة دي، تجد انه مطول مسجل على اخر شيء ايقاعات ومؤثرات، تلتفت عليه كأنه يقول لك ترى شيء عادي يعني. اقول انا لو عندي وقت زيادة وديتكم لبعض الاستديوهات تشوفون كلهم نفس الطريقة، اورج، توزيع صوتي، اهات، ايقاعات الى اخره. وللاسف اقول الشيلات هذه اللي فيها ايقاعات ومؤثرات وغيرها تساهل فيها ناس كثير. تجد ان في المناسبات القبليه والاجتماعات كل واحد سيفه معه وقاعد يرقص، رجال كبير. حتى بعض الصالحين مرروا عليه قضيه الاناشيد انها ما فيها شيء، فيها بلاوي، ارضيات وتوزيع موسيقي وبلاوي.